حبايبي سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيك في آخر درس من دروس الوحدة الأولى بعنوان التناسب المتساوي. في الدرس ده يا جماعة مفترض إن أنت تخلص الحصة تلاقي نفسك بتقدر إن أنت تحل بسهولة، تعمل الفروض بمنتهى السهولة، ميبقاش عندك أي مشكلة. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. بيقول لحضرتك عنوان الدرس بتاعنا اسمه التناسب المتسلسل. يعني هو جاي منين؟ جاي من التناسب برضو اللي احنا كنا سبق واحنا واخدينه. طيب لو انا كتبت لك 1/2 بتساوي 2/4 تساوي 4/8 تساوي 8/16 وهكذا. اللي انا عامله ده اسمه تناسب، واحنا خدنا مفهوم التناسب قبل كده، هو تساوي نسبتين او اكثر. يعني عندي نسبة بتساوي نسبة بتساوي نسبة بتساوي نسبة، فالكلام ده اسمه تناسب. طيب ايه اللي خلاه متسلسل؟ لو انت خدت بالك هتلاقي ان مقام الكسر الاول هو بسط الكسر الثاني، ومقام الكسر الثاني هو بسط الكسر الثالث، ومقام الكسر الثالث هو بسط الكسر الرابع. عشان كده سموه متسلسل، لان هو عامل زي السلسلة عامل ده بيسلم لده وده بيسلم لده، عامل زي حلقات حلقات السلسلة، كل واحدة بتسلم التانية. عشان كده سموه تناسب متسلسل. طب يا مستر لو انا عايز اكتبها بقى بالحروف اقول له ايه؟ على بي هتساوي بي على سي. خدت بالك بقى النقله دي؟ مش هتساوي سي على دي زي ما كنا بنقولها زمان، لا هتساوي ايه؟ بي على سي. تمام؟ يبقى انا هتساوي سي على دي هتساوي دي على اي وهكذا. خلاص؟ طيب خلينا ناخد نسبتين بس ونعملوا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. البي في هتدينا يا ولاد بي تربيع هتساوي ايه في السي. لما ناخد الجذر يبقى بي هتساوي موجب او سالب جذر الايه في السي. اهو ده اسمه الوسط المتناسب. يبقى ما هو الوسط المتناسب بين الايه والسي؟ هو موجب او سالب جذر ايه في السي. طب السؤال بيجي ازاي؟ السؤال بيجي كده يقول لك اختر العبارة الصحيحة. الوسط المتناسب للعددين وليكن مثلا 3 و27 هو نقط. طب على حسب القانون ده الوسط المتناسب بيساوي ايه؟ احنا قلنا موجب او سالب جذر ا في ج. يبقى انا هقول له كده موجب او سالب جذر الايه في السي، مش ا في ج، الايه في السي هيبقى 3 في 27. 3 في 27 ب 81، يبقى موجب او سالب 81 يعني موجب او سالب 9. يجي لك سؤال تاني يقول لك ايه؟ انا عايز اجيب الوسط المتناسب بين ال2 وال8 هو نقط. عايز اجيب الوسط المتناسب، القانون بتاعنا ايه؟ موجب او سالب جذر الايه في السي. يبقى 2 في 8 ب 16، يبقى موجب او سالب جذر ال 16 اللي هي موجب او سالب 4. تمام؟ يبقى دي لو طلب مني حاجه اسمها الوسط المتناسب. ممكن يجي سؤال بصيغه ثانيه، عايز او نفس الصيغه برضو اوجد الوسط المتناسب لعددين 3 و12. طب الوسط المتناسب لعددين 3 و12 يبقى انا هقول له كده هو موجب او سالب جذر 3 في ال 12. انت كده خلاص حفظتها. يبقى دي موجب او سالب 3 في 12 ب 36، يعني الاجابه موجب او سالب 6. تمام؟ طبعا هو هنا لو قال لك في نفس السؤال الوسط المتناسب الموجب يبقى هتكتب له 6 بس. الوسط المتناسب السالب يبقى هتكتب له سالب 6 بس. سابها لك هتكتب له موجب او سالب. طيب تعال نشوف سؤال تاني. بيقول لحضرتك اكس و6 و12 وواي كميات متناسبه او في تناسب متسلسل، فعايز اجيب قيمه الاكس وقيمه الواي. طيب اشتغل عادي، طالما ده تناسب متسلسل يبقى مين على مين؟ هاخد ده على ده، يبقى اكس على 6 هتساوي 6 على 12 هتساوي 12 على واي. يبقى انت هنا خدت مين على مين تاني؟ خدت الاكس على 6
خدت الاكس على الستة، 6 على 12، 12 على يو. طيب بعد كده بقى اعمل ايه؟ هات لي بقى دي، يعني اشتغل على دول بس. حاصل ضرب الطرفين بقى بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى اكس بتساوي 6 في 6 على مين؟ على ال 12. 6 في 6 ب 36 على ال 12 فيها 3، يبقى انا كده قيمة الاكس هتساوي 3. تمام؟ طيب كده احنا جبنا قيمة الاكس. طب احنا خدنا دول مرة، هناخد احنا بقى دول مرة. يبقى برضه نفس الايه؟ القصة، هناخده دول. يبقى الواي هتساوي، برضه هعمل مقص، يبقى 12 في 12 على الستة، هتحسبها تطلع ب 24، وبكده انا قدرت اجيب قيمة الاكس اللي هتطلع ب3، وقيمة الواي اللي هي هتطلع ب 24. تمام؟ السؤال ما يخضش عادي، وطالما لك في تقسم متسلسل يبقى تبدأ تعملها زي سلسلة. طيب يا ترى بقى لو جابها لي على هيئة إثبات، بمعنى جه قال لي إيه بقى؟ والحتة دي مهمة جدا 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 وعايزك تركز فيه. لو أنا جيت قلت لك A على B بتساوي B على C. تمام. احنا كنا بناخده في التناسب العادي كنا بنقول كل ده بيساوي K، صح؟ طيب ركز لي بقى في الحتة دي عشان الحتة دي مهمة. آخر حد معاك هنا هو مين؟ آخر حد معانا هنا يا جماعة هو السين. هو ده اللي احنا هنركز معاه. بمعنى لما نيجي بقى نكمل هنقول له ايه او هنفرض، هنقول له ان البي بتساوي السي في الكي. يبقى البي هتساوي سي في الكي، دي مش جديده، الجديده اهي بقى. طب والايه؟ المفروض الطبيعي بيساوي بي في الكي. طب ما انا ولا ما اقول بي في الكي واعوض تاني، طب ما انا ممكن اقول سي كي تربيع. تاني الحته دي، يبقى البي هتساوي سي كي. طب والايه؟ سي برضه بس كي تربيع. طب تعالى نقولها كمان مره. لو انا عندي مثلا A على B بتساوي B على C بتساوي C على D، واحنا قلنا هنساويها ب K، يبقى هناخد منين بقى؟ آخر حاجة. آخر حاجة عندنا ايه دي؟ يبقى C بتساوي دي K. كده جبنا السي، هنرجع خطوة لورا، يبقى البي هتساوي دي برضه بس كي تربيع، رجعنا خطوة لورا. طب هنرجع خطوة ورا، يبقى الاي برضه هتساوي دي برضه بس كي تكعيب، واحنا الكي اتفقنا من زمان ان ده ثابت لا يساوي الايه؟ الصفر. خلاص؟ تمام؟ فهمنا الفرض بيمشي ازاي؟ يبقى انا هنا بدأت منين؟ اخر حاجة عندنا هنا دي، صح؟ هي دي اللي هتتنم لازمانا، يبقى السي هتساوي دي كي. طب رجعت خطوة لورا، يبقى السي هتساوي دي كي تربيع. طب رجعت خطوة لورا، يبقى السي يبقى الاي هتساوي دي كي تكعيب، يبقى السي هتساوي دي كي، البي هتساوي دي برضه بس كي تربيع، الاي هتساوي دي بس كي تكعيب. كل ما هنرجع خطوة لورا كل ما هزود الأس ده. طب السؤال ممكن يجي لي ازاي؟ تعالى بقى اقول لك ممكن يجي لي ازاي. اهي A على مين بيساوي B على C بتساوي C على 3 بتساوي 2، فإن قيمة ال A تساوي نقط. على حسب اللي احنا عاملينه من شوية، قيمة ال A أنا مش هبدأ بيها، أنا هبدأ بالسين. هي مش السي هتساوي دي كي، دي ب3 في كي اللي هي ب2. طب البي هتساوي دي اللي هي 3، اخر حاجه عندنا 3 بس 2 تربيع، هرجع خطوه لورا. طب الايه بقى ودي اللي انا عايزها هتساوي 3 برضه بس في كي تكعيب، يعني 2 تكعيب يعني 3 في 2 تكعيبها 8، و3 في 8 ب 24، يبقى الاجابه هنا 24. خلاص؟ فدي كده حته صغيره كده. تعال نشوف بقى سؤال عليها. يقول لك ايه بقى؟ اذا كانت بي وسط متناسب بين الاي والسي فاثبت لي بقى عمده القصه دي كلها. طيب موضوع برضو بسيط خالص، انت محتاج تركز بس وتفهم الدنيا ماشيه ازاي. الراجل بيقول لك بي وسط متناسب بين الاي والسي.
لحظة تفكير، وده تناسب عادي ولا متسلسل؟ أصل هتفرق. لو هو تناسب عادي هقول A على B بيساوي B، بس دول 3 كميات يا جماعة، يبقى وش تناسب متسلسل. وهو الراجل حتى موضحها لك، قال لك B وسط متناسب بين ال A وال C. يبقى أنا أول حاجة هعملها إيه؟ يلا بينا، هقول له كده بما أن ال B مالها وسط، بما أن ال B وسط متناسب بين ال A وال C، إذا ال A على B هتساوي B على C، وقلنا ده كله هنساويه بإيه؟ بالكي. تمام يا ثانية؟ طيب مين يحط لنا الفرض يلا؟ يبقى أنا هقول له ال B بكام؟ بالظبط كده زي ما أنت قلت هتساوي سي كي. طب ال A بكام؟ هتساوي C بس كي تربيع. يبقى أنا هنا معانا مين يا جماعة؟ هنا معانا ال A ومعانا ال B. طيب يلا بينا زي ما كنا بنعمل زمان، هبدأ بالطرف الأيسر. الطرف الأيسر بيقول إيه؟ بيقول 3A. 3A. طب ما أنا معايا ال A ب C K تربيع، يبقى C K تربيع زائد 5B، وال B ب C K يبقى C K على 3B. 3 والبي اهي. انا يا جماعه مش بختار حاجه من عندي، انا بشوف الحاجه اللي مكتوبه وببدلها، لا اكثر ولا اقل. يبقى 3B والبي بسي كي يبقى 3C كي زائد 5C. كلام سليم. هنا بقى هبدا اطلع العامل المشترك، وهنا بقى لحظه ادراك ان اللي ما كانش شاطر في العامل المشترك بتاع الترم الاولاني هيحتاس هنا. على العموم ملحوقه. يلا بينا مع بعض. ايه اللي متكرر؟ تعالى كده نظلله على الحاجات اللي احنا شايفينها من وجهة نظرنا ان هي مهمة. انا عندي السي هنا متكررة والسي هنا متكررة. عندي هنا كي متكررة وعندي هنا كي، بس يا استاذ دي كي تربيع، احنا هناخده منها واحدة ونسيبه واحدة. يبقى كي هناخدوها عامل ايه؟ مشترك، وهنسيبه كي واحدة. طب نكتب بقى اللي حصل او نكتب اللي باقي. يبقى الباقي بقى بتاعنا هيبقى ايه؟ التلاتة هتنزل. السي احنا اتفقنا خدناها عامل مشترك. طب ما نكتبها بقى يا استاذ العامل المشترك ده اهو. يبقى سي والكي عامل مشترك. طيب يبقى لك 3. السي خدناها عامل مشترك، احنا اتفقنا دول كام كي؟ 2، فهناخد واحدة ونسيب واحدة زائد 5. طيب تعال تحت، ايه اللي متكرر؟ لا السي بس هي اللي متكررة، يبقى السي بس هي اللي هتتاخد عامل مشترك. هيبقى لك لما ناخد السي من هنا يبقى لك 3 كي زائد 5، يبقى 3 كي زائد 5. طيب حضرتك ملاحظ ايه؟ يا استاذ ده انا ملاحظ ان انا عندي ال 3 كي، لو انتوا خدتوا بالكم 3 كي زائد 5 هنا هي 3 كي زائد 5 هنا، والسي هي السي. طب ما كده يا مستر ايه اللي اتبقى؟ بالظبط كده ايه اللي اتبقى؟ الكي. يبقى انا هنا ايه اللي طلع لي او ايه اللي اتبقى معايا؟ الكي. طيب كده خلصنا الطرف الايه؟ الايسر صح؟ هروح على الطرف الايه؟ الايمن. تعالى يا عم ايمن، ادي الطرف الايمن. طب الايمن بيساوي ايه؟ يلا بينا. بيقول لك 2 ايه. هي الايه بكام؟ ما انت هتسرح ما هي. يبقى انا هقول له 2 والايه بسي كي تربيع. طيب ناقص 3 بي. 3 بي والبي اهي يبقى 3 سي كي، نفس اللعبه على 2 بي اللي هي 2 سي كي ناقص ال3 سي. طيب ايه يا مستر اللي متكرر فوق؟ والله السي والكي متكررين. السي والكي دي تربيع وهنا في كي واحده، هناخد ايه؟ واحده بس. اتبقى لنا 2 كي، احنا خدنا خلاص السي وخدنا كي هي واحده، ناقص 3 والسي كي خدناها على ال3 سي، يبقى هناخد السي بس عامل مشترك، هيبقى لك 2 كي ناقص 3. يبقى احنا خدنا السي بس عامل مشترك، يبقى لك 2 كي ناقص 3. طيب ده هيروح مع ده، السي هتروح مع السي، يبقى كل ده طلع معاك بكي. اذا الطرفان متساويان، وبكده قدرت اثبت له ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايه؟ الايسر. تعالوا نشوف مساله كمان. إذا كانت B وسط متناسب بين ال A وال C اثبت أن.
حضرتك دي صيغة السؤال عن التناسب المتسلسل. طب يبقى أنا هبدأ بإيه؟ يبقى الحل بتاعي كالآتي، هقول له أول كلامي بما أن البي مالها وسط متناسب مظبوط بين A و A، ما بين ال A وال C. إذا مين على مين بيساوي مين على مين؟ A على B بيساوي B على C بيساوي K. يلا حط لي الفرض بتاعك. حاضر، يبقى ال A بتساوي وال B بتساوي، قلنا بنبدأ من الآخر، يبقى ال B بتساوي C K. طب وال A بتساوي C بس K تربيع. تمام؟ في أدنى مشكلة كده؟ جميل. والله حابب إن أنت للشو والإعلانات كده تقوم جاي إيه؟ حاطط لي ظل كده إن أنت عارف أنت بتبدل الإيه وبتبدل البي، مفيش مشكلة. طيب يلا بينا نشتغل بقى. هات لي بقى الطرف الإيه؟ الأيسر. طيب الطرف الأيسر بيقول لك 4، ركز بقى هنا عشان دي فيها شغل شوية. إيه تربيع. طب أنا عندي الإيه بسي كي، يبقى انا هكتبها كده سي كي تربيع دي الايه الكل تربيع، لان هو بيقول لك ايه تربيع ناقص 9 بي، والبي بسي كي يبقى سي كي الكل تربيع على 4 بي، والبي بكام؟ والله البي بسي كي يبقى 4 سي كي، بس دي بي تربيع يبقى الكل تربيع ناقص 9 سي، يبقى انا هسيبها زي ما هي. طيب انا هتفرق معايا ايه التربيعات دي؟ بصوا بقى يا جماعه، اما يكون عندي سي كي تربيع والكل تربيع، التربيع اللي فوق ده يا جماعه بيتوزع ينزل على السي، يبقى سي تربيع كي تربيع التربيع يبقى كي اس 4، بضربهم في بعض. تمام؟ ده اللي هيحصل هنا حرفيا، يعني انا هوزع الاثنين وهوزع الاثنين، يبقى انا هقول ايه؟ 4 سي التربيع هينزل على السي يبقى سي تربيع كي أس 4 ناقص 9 سي تربيع كي تربيع برضه على 4 زي ما هي، التربيع تنزل على السي وعلى الكي يبقى سي تربيع كي تربيع ناقص 9 سي تربيع. نقول الحته دي تاني عشان يمكن اكون قلتها بسرعه. يبقى الاثنين نزلت على السي بقت سي تربيع، 2 نزلت على الكي تربيع التربيع بقى اس 4، 2 نزلت على السي ونزلت على الكي، الاثنين نزلت على السي ونزلت على الكي. اتبقى خطوه العامل المشترك. طب العامل المشترك هنا يجي ازاي؟ يلا بينا. مين اللي متكرر فوق؟ السي تربيع والكي تربيع هناخدوها عامل مشترك. خد بالك بقى هنا في كي تربيع وهنا كي اس 4. هيبقى لك 4 سي خدناها خلاص، دي 4 كيهات هناخده منهم 2 بس، يبقى دي كأنها كي تربيع ناقص 9 على الأربعة خدناها، لا بس احنا هناخد السي تربيع، الأربعة والتسعة خلاص خدنا السي، هيبقى لك 4 كي تربيع ناقص 9. والله يا مستر ده هيروح مع ده، ده هيروح مع ده، يبقى لك كي تربيع، يبقى إذا الطرفان ده الطرف الأولاني. طيب نروح على الطرف الثاني. بيقول لحضرتك الطرف الايسر، يا سلام على الايمن، عم ايمن ده لذيذ جدا. بيقول لك يا عم ايمن ايه على سي؟ يا سلام يا دلعك. هي الايه بكام؟ والله الايه بسي كي تربيع على السي دم دم، يبقى الكي تربيع. شفت جمال احلى من كده؟ يبقى اذا الطرفان متساوية. في عيال بيبقوا صنايعة امتحانات، ده عيل اسمه صنايعي امتحان بيعرف يقفل الدنيا، فممكن يعمل ايه؟ يبتدي بالايمن الاول على اساس يعني يشوف هو البسيط، يشوف هيطلع بكام ويظبط الايسر عليه. فاهم القصة؟ فهو بيحاول يعني يهندل. طيب هو ده بس كده؟ طب ما تيجي نشوف سؤال كمان. هنا بقى الموضوع هيزداد حلاوة وجمال وحاجات كده بسم الله ما شاء الله. قال لك ايه بقى؟ إذا كانت ال A وال B وال C وال D، ده هو زود حاجة هنا، في تناسب متسلسل. يلا بينا. يبقى أنا هبدأ الحل بتاعي بإيه؟ أنت هنا عندك A و B و C و D، يبقى هقول له A على B بتساوي B على C
بتساوي سي على دي بتساوي كي. هات من الآخر، يبقى السي بتساوي دي كي. طب والبي بتساوي دي برضو بس كي تربيع، احنا اتكلمنا في الحتة دي. طب والايه هتساوي دي برضو بس كي تكعيب. يلا حتة بقى كده ايه للشياكة والأناقة ولزوم الشروط. يبقى ادي الايه تمام، ادي البي ادي السي، ودول اللي انا هعوض بيهم. طيب يلا بينا واحدة واحدة نمسكه طرف طرف واحنا مع بعض. هنبدأ بالطرف ايه؟ هنبدأ بالطرف الأيسر. يا أستاذ ما تبدأنا بالأيمن يا أستاذ، ما هو سهل، ما هو عشان سهل أنا هحسبه للآخر أفرح بيه. يبقى هنبدأ بالطرف الأيسر، يلا بينا. الأيسر بيقول إيه؟ بيقول إيه تربيع، صح؟ الإيه بكام؟ آدي إيه أهي، الإيه دي كي تكعيب، يبقى دي كي تكعيب الكل تربيع، عشان تاخد بالك دي إيه تربيع، زائد السي دي كي، يبقى دي كي بس دي سي تربيع الكل تربيع، على البي اللي هي بدي كي تربيع الكل تربيع زائد دي تربيع، سيبها زي ما هي. طيب هنعمل ايه في الاسس يا بطل؟ هنوزعها يعني ايه؟ يعني الاثنين هتنزل هنا وتنزل هنا. يلا مليني بقى تبقى ايه؟ دي تربيع بالظبط كده، ها كي اس 6 2 في 3 زائد دي تربيع كي تربيع على دي تربيع كي أس 4 زائد دي تربيع. طيب إيه اللي متكرر وهنقدر ناخده عامل مشترك؟ الدي تربيع والدي تربيع هناخدها عامل مشترك. كي أس 2 وكي أس 4 هناخد الكي تربيع عامل مشترك. يبقى لك كي أس 6 لما تاخد منها 2 يبقى لك كي أس 4 والكي تربيع خدناها والدي تربيع خدناها، يبقى مكانها واحد. وخد بالك دي بتغلط طلبه ياما. طب دي تربيع ودي تربيع هناخد دي تربيع عامل مشترك، هيبقى لك كي أس 4 زائد واحد. يلا تعالى بقى نطير كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ده طار ده طار ده طار ده طار، يبقى لك كي تربيع ده الطرف الايسر. نروح لحبيب الملايين. مين حبيب الملايين؟ اكيد انت حفظت. عم مين؟ عم ايمن. طب عم ايمن بيقول لك ايه؟ ايه في السي على بي في الدي. يلا بينا. الايه بكام؟ بدي كي تكعيب في السي اللي هي كام؟ دي كي على البي دي كي تربيع في مين؟ في الدي. تعالى بقى نطير. هل هنا اقدر اخد عامل مشترك؟ لا ما اقدرش اخد عامل ايه؟ مشترك. ليه؟ لان انا عندي ضرب. يبقى يلا طير على طول. في دي وفي دي هتروح مع دي ومع دي. في كي أس 3 في كي أس 1 في حالة الضرب بنجمع الأسس، يبقى كي أس 4 على كي أس 2 اطرح الأسس يبقى كي أس 2، أي أن الطرفان مالهم يا شباب؟ متساويين. تمام؟ مسألة هي تبان لو حد دلوقتي دخل علينا الفيديو بص عليها كده، هو انا مش عارف انا ليه بقول دخل عليه، ممكن دخل على الحمام يعني عادي يخش يعني. المهم يعني دخل وبص كده وبص على الكعبة على الصغير يقول لك يا نهار اسود ايه ده؟ والله الموضوع ابسط مما تتخيل، موضوع بسيط بس انت لازم تعمل الكلام ده بايديك. طيب تعال نشوف سؤال كمان بيقول لحضرتك ايه؟ إذا كان A و B و C و D في تناسب متسلسل اثبت أن. طيب نفس اللوكشة اللي كنت كاتبها المرة اللي فاتت هكتبها تاني، اللي هي مين على مين؟ A على B بتساوي B على C بتساوي C على D بتساوي K. يبقى ال D C بتساوي D K أهو برواز خليها على جنب. طب وال B هتساوي D بس K تربيع برواز تاني. طب والايه هتساوي دي برضه بس كي تكعيب بقى دي برواز تالت. وما تنساش تقول لي ان الكي ده ثابت لا يساوي صفر. تمام؟ طيب يلا بينا. هنبدا بأنهي طرف؟ محدش يقول لي نبدا بعم ايمن دلوقتي، الايسر يلا اظبط الدنيا كده معايا. طيب الراجل بيقول لك ايه؟ تكعيب. الايه بكام؟ ما الايه يا استاذ اهي دي كي تكعيب الكل تكعيب.
البي بكام؟ دي كي تربيع الكل تكعيب. السي بكام؟ دي كي الكل تكعيب على بي اللي هي دي كي تكعيب الكل. بي بس، البي ما فيهاش تكعيب، البي دي كي بس. يبقى دي كي تربيع الكل تكعيب زائد السي اللي هي دي كي الكل تكعيب زائد الدي كي. سامعك يا اللي بتقول لي ما الطير دي مع دي والطير دي مع دي هحاسبن عليك. اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. طيب لازم اوزع الاسس واخد عامل مشترك. يلا بينا. ادي يا باشا توزيعة الاسس واحده واحده. التكعيب هينزل على الدين، بقت دي تكعيب كي اس 9 3 في 3. هينزل على الدين، بقت دي تكعيب كي اس 6. هينزل على هنا يبقى دي تكعيب كي أس 3. هينزل على الدين يبقى دي تكعيب كي أس 6. هينزل هنا يبقى دي تكعيب كي تكعيب زائد دي تكعيب. طيب ايه اللي متكرر فوق؟ الدي تكعيب متكررة، الكي تكعيب اصغر واحده خدها، يبقى انا هاخد الدي تكعيب والكي تكعيب عامل مشترك. طيب لما اخد الدي تكعيب من كله خلاص، كي اس 9 لما اخد منها 3 يبقى كي اس 6. كي اس 6 لما اخد منها 3 بقت كي اس 3 زائد 1. طيب كي اس 6 احنا قلنا هناخد الدي بس من تحت عامل مشترك لان الكي مش متكرره في كله. هيتبقى لك كي اس 6 زائد كي أس 3 زائد 1. طير 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 طير، كل ده في الآخر صفى على كي تكعيب. هنروح لمين؟ أيوه صح، عم أيمن. يلا بينا. تعال نشوف هنا عم أيمن بيقول إيه. آدي الأيمن بيساوي A دي كي تكعيب على مين؟ على دي. يا حلاوتك يا عم أيمن، يا سلام. ادي كي تكعيب، اذا الطرفان متساويان. ده ما فيهاش اي مشكله، متهيألي سهل. طيب نكتبه هنا الطرفان متساويان عشان يبقى احنا ايه ظبطنا. طيب تعال نشوف اخر سؤال. اخر سؤال هنا، هو سؤال برضو خفيف ومش عايزك تقلق منه. بيقول لك اذا كان 3 واكس وواي في تناسب. بصوا يا جماعه، لما اقول لك 3 كميات في تناسب ده مليون في المية انا بتكلم في تناسب متسلسل. وبالتالي لما اجي ابدا احل هقول له 3 على اكس بيساوي اكس على واي. طيب هنا هنقف لحظه. هل احطها بالكهات يا استاذ واكمل؟ لو انت حاططها بالكهات هنا مش كويس. طب ليه؟ لان انت هنا الراجل بيقول لك اكس زائد واي بتساوي 18. اكس زائد واي بتساوي 18. طيب فانت لو حطيتها هنا بكيهات يبقى انت عندك الاكس بواي كي، يبقى انت لبست هنا في كي زياده والثلاثه مش موجود عشان تعوض بيها. فانت هنا قدامك طريق من الاثنين، يا اما تشتغل بفكره الوسط المتناسب، انا شايف ان دي مناسبه، او تشتغل بالخاصيه الخامسه اللي هي مجموع المقدمات ومجموع التوالي. انا عن نفسي هشتغل بالخاصيه الخامسه. هتقول لي ليه؟ هقول لك بص الجمال. هقول له كده بجمع R1 زائد R2. احنا اتفقنا مين R1 اللي هي النسبة الأولى وR2 دي النسبة الثانية. احنا هنشتغلها بالحلين، خد بالك عشان بس تعرف الفرق بين الحلين. طيب اجي معايا. بقت 3 زائد الإكس على إكس زائد الواي. الكلام ده بيساوي إحدى النسب صح؟ يعني بيساوي مين؟ يا دي يا دي. هاخد دي عشان هي بس فيها مجهول واحد. يبقى تساوي 3 على إكس. طيب المقام هنا ده اكس زائد واي بكام؟ والله هو قال لك الاكس زائد واي ب 18. يبقى 3 زائد الاكس على 18 بتساوي 3 على اكس. بقت لذيذه. ابدا اعمل لي مقص، او اللي هو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى الاكس في ال 3 زائد الاكس بتساوي 3 في 18 ب 54. وزع. يبقى اكس في 3 واكس في اكس، يبقى اكس في 3 ب 3 اكس يبقى زائد اكس تربيع
ناقص هدخل ال 54 جوه بعكس الاشاره. خد بالك انا ايه ضربت ورتبت في نفس الخطوه. يبقى اكس في 3 ب 3 اكس، اكس في اكس باكس تربيع، ودخلت ال 54 جوه بعكس الايه؟ الاشاره. طيب هبدا بعد كده احلل تحليل بتاع الترم الاولاني. اكس تربيع هتبقى اكس واكس. ال 54 6 في 9 54. الكبير هياخد اشاره الحد الاوسط. مين الحد الاوسط؟ اللي هي موجب وده سالب. يبقى الاكس هتساوي سالب 9 او الاكس هتساوي موجب 6 باعتبار ان انت سويتها بصفر وعدتها الناحيه الايه؟ التانيه. طيب انا كده جبت الاكس، عايز اجيب بقى الواي. هنا بقى تبدا تعملها لي مرتين. مره 3 على التسعه او سالب 9 بيساوي سالب 9 على واي، وهتعمل لي مقص. يبقى الواي هتساوي سالب 9 في سالب 9 على 3. يبقى 81 على 3 فيها 27. يا جماعه عشان بس ما تسرحش، انا لو شلت الاكس دي حطيت مكانها سالب 9. يبقى 3 على سالب 9 بتساوي سالب 9 على واي. يبقى 3 على سالب 9 بتساوي سالب 9 على واي، وبعمل مقص. سالب 9 في سالب 9 على 3 يطلع لك ب 27. طيب لو الاكس ب 6 نفس اللعبة، هقول له 3 على 6 بتساوي 6 على واي. يبقى لما اعمل مقص يبقى انا هقول له كده الواي بتساوي 6 في 6 على 3 تطلع ب 12. يبقى معنى كده ان الواي يا اما 27 يا اما ب 12، والاكس يا اما ب 6 يا اما ب 9. ده حل، وهو حل رائع. انا استخدمت فيه الخاصيه الخامسه، وفي نفس الوقت في لعبه ثانيه ممكن تعملها بطريقه الوسط المتناسب، هتوصل نفس الحل. طيب الوسط المتناسب اللي هو ايه؟ ان ده لو قلنا 3 على اكس بتساوي اكس على واي. اضرب من هنا طرفين في وسطين، يبقى اكس في اكس باكس تربيع بتساوي 3 واي. يبقى الاكس في اكس باكس تربيع بتساوي 3 واي. طيب هل انت عندك 3 واي هنا تعوض بيها؟ لا. طب هتعمل ايه؟ هتمسك المعادله دي كلها وتضربها لي في 3. فبقت 3 اكس و3 في واي ب 3 واي و3 في 18 ب 54. بقت 3 واي ظهرت اهي، بدلها بقى باكس تربيع. يبقى 3 اكس زائد اكس تربيع بتساوي 54. رتب، يبقى اكس تربيع زائد 3 اكس ودخل 54 جوه بعكس الاشاره. ابدا بقى حلل وعيش حياتك، طلع له قيمه الايه؟ الاكس. ده الحل ده موجود والحل ده موجود. شوف انت ايه اللي يريحك واللي انت هتحل بيه واشتغل على كده. تمام؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون وفقنا في الدرس ده. وعايزك حل وابعت لي وقول لي دي يا مصر عارفها، دي مش عارفها، دي وقفت معايا وانا معاك. خلاص؟ هنصوره مراجعه باذن الله على الوحده كلها، فعايزك تبقى مركز مصحصح بحيث ان انت تقدر تقفل الوحده تمام. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.